صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة وقت تصوير الفيديو تاني يوم من عيد الأضحى، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة اللانش بوكس بتاعنا مختلف في الأفكار، وكمان لأن أنا بجهزه قدامكم، فتعالوا أوريكم ايه اللي هنعمله. أول حاجة طبعا حطيت المولد اللي هي شكل الفراشة دي، ظريفة في تنظيف اللانش بوكس، وفي نفس الوقت لو حط حاجة مختلفة بتلم الحاجة الوجبة مع بعض كأنها طبق. فاول حاجه هنحطها الرز ده معمول بالبصل شبه رز الصيدليه بتاع السمك. الحاجه التانية اللي هي مختلفه بقى اللي هو دونتس الفراخ. دونتس الفراخ بيبقى عباره عن فراخ مفرومه، سواء كانت صدور او وراك، وبتحطوا فيها الحاجات اللي انتوا حابينها وبتشكلوها على شكل الدونتس. عايزه اوريكم بقى من جوه. يعني هي فراخ انا عاملاها بالفراخ. هي في وصفه انا كنت اتفرج على قناه كوريه شويه، الوصفه كانت اكتر سايله، لكن انا عملتها متماسكه الى حد ما وشكلتها. حطيت الصوص معاها اللي هو الباربيكيو صوص. طبعا ما ننساش المعلقه عشان الاكل. وكانت الفاكهه البطيخ. طبعا حطيت البطيخ في العلبه بتاعه اللانش بوكس بتاعها، وابتديت ان انا اقفلها، وكان في يعني بواقي كتير شويه، حسيت ان هو كتير شويه فخدته انا اللي كلته بصراحه. حاجة بقى مهمة قوي كنت حابة ان انا اوريها لكم، ان عشان احنا عندنا فراخ وفي نفس الوقت احنا ممكن الطفل يقعد فترة طويلة، فالافضل ان احنا نحط له حاجة شبه بديل التلج عشان يحتفظ بدرجة الحرارة الى حد ما في الاكل، يعني كأنه محطوط في التلاجة. فانا حطيت بديل التلج اللي هو الحاجة الصغيرة دي وحطيتها، فكانت محافظة على الحاجة بدل ما هو يدخل التلاجة أو كأنه بمعنى أصح يدخل التلاجة. بالنسبة للخضروات حطيت الفلفل الأحمر الرومي شرايح صغيرة، وحطيته برضو في مولد يعني يلايق مع بقى فكرة ان احنا حاطين بطيخ أحمر في أحمر. بس كده أفكارنا بسيطة، وأشوفكم على خير فيديو جديد. ولو عجبتكم فكرة القناة متنسوش تشتركوا فيها، ومن أمومة بتكبر بيكم وبتشجعكم. باي باي.